السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي المتابعين في كل مكان. معاكم الشاعر الرياضي أحمد صلاح. وفعلا انتوا وحشتوني، واحنا بقالنا كتير ما بنتكلمش في الشروحات والمهارات وكده، وان شاء الله احنا راجعين تاني وراجعين بقوة، وهنقدم محتوى جميل جدا هيعجبكم ومتنوع، وكله هيخدم على لعبتنا الجميلة الساحرة المستديرة الصغيرة المجنونة، تنس الطاولة. انا النهاردة حابب اتكلم معاكم في الفيديو ده عن النجاح في تنس الطاولة. ازاي انجح في لعبة زي لعبة تنس الطاولة اللي احنا كلنا بنحبها. وليه انا اخترت اتكلم عن النجاح في تنس الطاولة؟ انت فاكر ان النجاح في تنس الطاولة دي موهبة؟ لا، لعبة تنس الطاولة لعبة سرعة، لكن النجاح فيها بيحتاج لمراحل كتير جدا. واول مرحلة انا حابب اتكلم عليها هي العقلية الذهنية، مايند سيت. واول حاجة هنتطرق ليها برضو جوه العقلية الذهنية. اللاعب هنقارن بين اتنين لعيبة، لاعب موهوب جدا وبيتمرن بمزاجه يعني هوائي، ولاعب تاني مش موهوب بس بيتمرن بانتظام وما بينقطعش عن التمرين. يعني انت في خيالك كده مين هيكون افضل؟ انا دخلت في الموضوع على طول دغري. اكيد طبعا اللاعب اللي بيتمرن بانتظام. اوعى تفكر ان اللاعب الموهوب ده هيكسبه، ممكن يكسبه في الاول مره واثنين وثلاثه، انما اللعيب اللي بيتمرن بانتظام وما بينقطعش عن التمرين مستواه هيبقى دايما في تزايد مستمر طالما بيتمرن صح، وطالما هو عقليته تسمح ان هو ينجح. لو انت ما عندكش عقليه ذهنيه تسمح ان انت تنجح في لعبه تنس الطاوله مش هتنجح، انسى الموضوع ده. فاكيد اللعيب اللي بيتمرن بانتظام ده لعيب مستواه هيزيد، هيتطور مع مرور الوقت، هيبقى كويس جدا، هيكسب اللاعب الموهوب بس ما بيتمرنش غير بمزاجه. اكيد طبعا. وده برضو هيخلينا يعني نخش في موضوع مع اولياء الامور كده، ان في اولياء امور بتخلي ابنائها تنقطع عن التمرين وقت الدراسه، وبعد كده يقول اشمعنى انا ابني مستواه ما زادش، او فلان الفلاني بقى اسرع منه. ما اكيد السرعه دي هتيجي من كتر التمرين المظبوط، من ان انت تحط. طبعا احنا لسه يعني الموضوع معانا موضوع كبير جدا، فانا مش عايز ادخل كله في بعضه، انا بس هحدد اللي احنا هنتكلم فيه. فانت كولي امر عايز ابنك يكون سريع، وحاسس ان ابنك عنده عقليه ذهنيه تسمح انه ينجح في لعبه تنس الطاوله، شجعه، ما تخلوش ينقطع عن التمرين. اكيد هو بيبقى فيه فترات راحه بين المذاكره بين بعضها وبعض. وهذكر قصه قصيره كده، يعني كان عندنا بطوله وديه كده في النادي الاهلي، وكنا ايام امتحانات الترم الاولاني، كان في شتاء. ولو حد راح النادي الاهلي عارف ان مجمع صاله تنس الطاوله بنعدي على مجمع حمامات سباحه. لقينا اولياء الامور قاعدين ما شاء الله، قاعدين مع ابنائهم بيذاكروا لهم وقت التمرين. يعني اللي بيطلع بقى اللي عليه دور بينزل بيقعد. التمرين ايام الامتحانات ما كانوش منقطعين، مع ان احنا بنتكلم في تنس الطاوله، بس هو الكلام هينفع لالعاب رياضيه كتير. انت حضرتك هتستفيد حتى لو ابنك مش بيمارس رياضه تنس الطاوله، حتى لو انت مش بتمارس رياضه تنس الطاوله، لازم يبقى عندك حته العقليه الذهنيه اللي تسمح ان انت تنجح في لعبه تنس الطاوله، ما تبقاش لاعب هوائي حابب تتمرن بمزاجك. نخش بقى في تاني حاجة في العقلية الذهنية، في الماتشات. الماتشات انت ممكن تيجي في ماتش تخسر نقطة سهلة، فتقعد تفكر فيها كتير، فتخسرك 3-4 بوينت ورا بعض. او تيجي نقطة فيها نسبة حظ كبيرة للاعب اللي قدامك، وانا عندي اختلاف في حتة الحظ ده. الحظ ده ما بيجيش غير اللعيب المجتهد، اللعيب اللي بيحارب على كل كورة، تلاقيه يمين وشمال وبيجري، وبعد كده جابها تاتش، هو اجتهد. وبعد كده انت حضرتك لو انت كلاعب واقف على الطاوله وقعدت تفكر في البوينت ده كتير، وانت كلاعب كويس برضو اتمرنت وتعبت واجتهدت، ممكن تخسر الماتش. ممكن تكون انت تعبت واجتهدت اكتر منه، بس لو انت قعدت تقول ده حظيظ، ده بيجيب حظ كتير، ده بيعمل، انت هتخسر الماتش. لازم يبقى عندك عقليه احترافيه، عقليه ذهنيه تسمح ان انت تنجح في تنس الطاوله. فما ينفعش تقعد تفكر في الماضي وتقعد تندب حظك، هتلاقي نفسك خسرت نقط كتير بعدها. انما لو انت فكرت كل بوينت على حده، خلاص ده بوينت خلص. حاجه كده انا بقولها للعيبه عندي،
طبعا انا مش مدرب متفرغ جدا للعبه او مش محترف جامد فيه. طبعا مدربين احسن مني بكتير ومديرين فنيين وبيحاولوا انجازات وبيعملوا شغل. احنا على قد امكانياتنا هنا في الوسط بتاعنا هنا مركز ومدينه فوق كفر الشيخ. فيعني انا برضو يعني بحاول ان انا اجتهد على قد ما اقدر. ففي لعيبه عندنا مثلا يلعب ماتش جميل جدا الناس تثني عليه ويبقوا مبسوطين، ده انت ولد لعيب جامد جدا، انت مفيش زيك. اوعى تفكر في الكلام ده، اوعى تصدق نفسك ان انت لعيب جامد جدا. والعكس، لو انت لعبت ماتش وحش جدا ولقيت الناس بتبص لك بصات مش كويسه ان انت لعبت ماتش وحش وما انتش لعيب، اوعى برضو تصدق نفسك ان انت وحش. كل حاجة لها ظروفها وكل حاجة لها وقتها. فانت لا تصدق نفسك في دي ولا في دي، وتركز تخلي مخك وعقليتك الذهنية تشتغل على نفسك ان انت دايما تكون مركز على قد ما تقدر عشان تعدي مراحل كتير جدا. ده بالنسبة للماتشات. بالنسبة للماتشات ما تفكرش في كل بوينت وتعيش على احلام الماضي، او انت كنت بتكسب حد هو بقى بيكسبك. لو انت قعدت وقفت عند النقطة دي هتقف كتير جدا وما انتش هتعديها وما انتش هتتطور. تمام. فاحنا كده اتكلمنا على نقطة الماتشات وازاي نعدي النقطة دي. نخش بعد كده العقلية الذهنية بتلعب بره الطاولة مش جوه الطاولة بس. مش معنى ان انا بقول لك عندك عقلية ذهنية وقاعدين نتكلم في التمرين والاستمرارية وان انت النقطة الوحشة لو خسرتها ما تفكرش فيها، لا. العقلية الذهنية دي بترتب لك حياتك. انت عشان تنجح هنا اهو على الطاولة ده اهي او في البطولات او في اي حاجة، السر بره الطاولة. السر بره الطاولة. يعني انت بتنام كويس، عدد ساعات نوم كافي في مواعيد نوم مظبوطة بتسمح لجسمك بالحرق وان انت تطلع طاقتك، وان انت بتاكل كويس. فيعني انت جسمك لازم تعتني بيه لان جسمك ده هو سلاحك على الطاولة. لو انت ما اعتنيتش بيه تركيزك هيهرب منك، مش هيبقى عندك استمرارية، مش هتلاقي نفسك ان انت بتعرف تكسب ناس هم عدوك. فانت عقلية الذهنية بتاعتك لازم تشتغل على نفسك في التمرين وبره التمرين. ان انت تنظم نومك، تاكل اكل صحي، تعتني بجسمك كويس. فهو ده اللي انا حابب اوصله لك من خلال ان انت ازاي تستخدم عقليتك الذهنية بره الطاولة. دي نصيحة لكل الناس. اخر حاجة في العقلية الذهنية حابب اوصلها لك، انت الداعم لنفسك، ما تعتمدش على حد. اكيد طبعا اللعبة بتبقى محتاجة مصاريف ومحتاجة ادوات ومحتاجة حد بيساعدك في التمرين وحد بتطبق معاه، بس في الاول والاخر ما توقفش على حد. انت الداعم لنفسك، ادعم نفسك. اوعى تكون تفكر ان النجاح ده يعني ممكن يزعل ناس حواليك. انجح، ايه المشكلة؟ انت بتنجح لنفسك وبعد كده لعيلتك وبعد كده للناس اللي بيحبوك واللي حواليك. ما تبصش لاي حد حاول يحطمك، ما تبصش لاي حد بيقول عليك كلام سلبي. انت الداعم لنفسك. بعد ما اتكلمنا عن المحور الاولاني بتاع العقلية الذهنية، دلوقتي هنتكلم المحور الثاني، عناصر النجاح. انا حاولت يعني ارتب الكلام بس عشان ايه ما انساش حاجة او ان انا اقول حاجة قبل حاجة. فانا يعني ممكن يعني ايه لو تسمحوا لي ان انا ساعات هبص اللي انا كاتبه عشان ما نتلخبطش. يعني عناصر النجاح، مسكة المضرب. اول حاجة لازم اهتم بيها هي مسكة المضرب. واحنا طبعا اتكلمنا قبل كده في الفيديوهات القديمة شوية وانا هعمل عليها مراجعة سريعة كده. مسكة المضرب احنا قلنا عندنا مسكة شيك هاند او مسكة القلم، المسكة الصينية. فانت دايما بتختار المسكة اللي تريحك طبعا. فانت بنتكلم مع لاعب عايز ينجح في تنس طاولة، فاكيد هو بيلعب يعني اكيد هو كمان اختار المسكة بتاعته. حاول ان انت على قد ما تقدر مسكة الفور هاند تبقى زي مسكة الباك هاند. في ناس ياما جدا لعيبه انا اعرفهم وكويسين وبيلعبوا حلو، الفور بيلعبوه بمسكه معينه والباك هاند بيلعبوه بمسكه معينه. هي كل حاجه بتيجي بالتعود يا حبيبي. يعني انت مش لازم ان انت خلاص انت ما تعرفش تلعب غير كده فانت مش هتعرف تغير من نفسك، لا. لازم يبقى عندك فرصه للتغيير ولازم تدي لنفسك الفرصه دي. والفرصه دي التغيير مش بيجي في يوم وليله، لازم تتعب على نفسك. فالمسكه مهمه جدا. بعد كده لازم تبقى فاهم حركه القدمين على التحرك على الطاوله. نخش بقى ده الكلام ده احنا بنتكلم على العناصر بقى، العناصر اللي هتساعدني ان انا انجح في اللعبه.
فانت ازاي هتنجح في لعبه تنس طاوله وانت ما انتش عارف حركه رجلك؟ الكور القصيره كلها انا بدخل رجلي اليمين، سواء هضرب فليك بنانا او هقطع، او كره قصيره. كره طويله طلعت بره الطاوله بسحب رجلي اليمين وبطلع طب او سبين. الحاجه الوحيده اللي بدخل فيها رجلي الشمال لو انا بلعب بايدي اليمين، يعني اتكلم على انا لو بلعب بايدي اليمين، ان تيجي في الجزء اللي هو الطرف ده اللي ورا الشبكه، اللي انا ممكن اخش لها من ايه؟ هتخش لها من ورا. دي الحركه الوحيده اللي انا بدخل فيها ايه؟ رجلي الشمال. فانت لازم تبقى فاهم حركه القدمين، ودي طبعا محتاجه طبعا مع مدربك تفهمها واحده واحده. انا بحاول هنا الخص عناصر النجاح في تنس الطاوله بعد ما اتكلمنا عن العقليه الذهنيه. بعد كده الارسال والاستقبال. اقل حاجه اقل حاجه يعني انا في ناس بتلعب بينج حلو قوي بس ما عندهاش غير ارسال واحد. ارسال واحد حلو، الارسالات التانية بيحاول يلعبها بس بيلعبها وحش جدا. لا، لازم يبقى عندك 3 ارسالات اقل حاجه بتتقنهم كويس، ولازم تكون فاهم الدورانات وتستقبل الكرة كويس. اي استقبال غلط، طبعا الاستقبال ده بيبقى ليه نسب، يعني انت ممكن تستقبل ارسال بنسبة صغيرة، يعني بنسبة 20% بتستقبله صح، نسبة وحشة جدا، الكرة هتيجي عالية اللي قدامك هيضربها. لو بتحاول تعلي النسبة دي 50%، 60%، 70%، لازم تستقبل صح وتودي الكرة صعبة للخصم. فالارسال والاستقبال بيكسبك نقط مجانية ويوفر عليك وقت ومجهود كتير جدا، غير اما تستقبل كرة غلط وتنضرب لك، او ترسل كرة غلط وتضيعها. يعني ترسل ارسال سهل ينضرب لك، ارسال مثلا عالي، ارسال دورانه مش كفايه وبينضرب بسهوله. ما عندكش ارسال غير ارسال واحد، هتنجح ازاي في تنس الطاوله؟ فلازم يبقى عندك ارسالات كويسه. وبسرعه كده يعني ممكن انا يعني من ضمن الحاجات، يعني قصه قصيره كده هحكيها. في ناس بتلعب بينج حلو قوي بس لعبهم وان واي، ما عندوش تغيير في الارسالات، ما عندوش تغيير في النقط اللي بيضرب فيها الكرة على الطاوله. فانت كلاعب بتتمرن مع مدرب عندك الفرصه ان انت تلعب الكرة من اماكن مختلفه، وطبات وسبنات وحركه. فانت ما تحاولش اللي بيلعب وان واي، انت اكيد طبعا عايز تكسبه فبتغير من طريقه لعبك. ما تديلوش الكور اللي هي تساعده ان هو يفرد نفسه ويفرد شخصيته ويفرد هيمنته عليك على الطاوله. لازم تنوع في طريقه لعبك، وده هيديله هو كمان فرصه ان هو ينوع. لازم يتدرب وينوع، لازم يبقى عنده ارسالات متنوعه. لازم الارسال بتاعك اللي انت بتلعبه طويل بيجري، لازم تلعبه قصير ورا الشبكه. لازم ما تديهوش في التلت الوسطاني، ده اسهل كوره من جوه الطاوله تنضرب عليك. الارسال الطويل اللي بيجري لازم يكون في طرف الطاوله، او مقروص يكون في التلت اللي ورا الشبكه. فانت لازم يبقى عندك يمين وشمال ارسالات قصيره وطويله، وارسالات يمين وشمال طويله على الفور هاند، سواء مقروص او ارسال سايد اللي هو الارسال الكونتر يعني. تمام، ده بالنسبه للارسال. طبعا الحاجات دي انا اتكلمت عليها قبل كده بس هتكلم عليها تاني، وهعمل لها فيديوهات ونشرحها عملي هنا على الطاوله. بعد كده التركيز والتوقع. اللاعب الناجح هو دايما اللي بيتوقع الكرة على الطاولة هتجيله فين. طبعا الارسالات بيبقى ليها اماكن معينة للدورانات هي هتجيلك على الطاولة فيها، ولو انت ما دورتهاش كويس ممكن تجيلك في اي مكان. وفي كمان نقطة هنتكلم عليها، حركة اللاعب اللي قدامك بحركة كتفه بجسمه بتخليك انت متتوقع الكرة بنسبة كبيرة هي هتجيلك فين. ولو ما جاتش في المكان ده فانت ما خسرتش حاجه، انت بتحاول ان انت لو كره هتنضرب عليك جامد تسبق وتقف وتستعد، سواء هتركب او هتبلك او هتعمل ديفنس لو معاك جلده صد او حاجه، او معاك جلد عاديه وبتعرف تعمل بيها ديفنس، مفيش مشكله معانا. تمام. فطبعا اللاعب الناجح هو اللاعب اللي بيتوقع مكان الكوره على الطاوله، ودي ليها تمرينات. اللعيبه اللي مش هتنقطع بتبقى عارفه الكلام ده وبيتمرنوا باستمرار، بيبقوا عارفين الكلام ده كويس جدا. نخش بعد كده على المحور الثالث، التدريب الذكي ومش كتر التدريب. يعني مش تتدرب عشوائي، تقعدش تتدرب وانا الكابتن احمد قال استمراريه يبقى اقعد بقى تك 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 تك. لا، لازم تتدرب بذكاء، تتدرب بخطه موضوعه، تدريب منظم محطوط له خطه. والخطه دي برضو بتعتمد انت هتعمل ايه في الفوتورك، هتعمل ايه في المباريات، هتنمي المهارات ازاي. لازم انت تقسم التدريب وتطوره. وده يعني هيخلينا نتطرق الى حته ان انت ممكن من كتر ما تعمل مهاره تمل.
اوعى تفكر يعني اكيد الناس اللي عملوا حاجات عظيمة اكيد عشان يتقنوها ويوصلوا ليها اكيد حياتهم كان فيها فراغ شديد جدا ان هو مركز في الحتة دي بس، عشان كده وصل ونجح. تمام. فاحنا بنتدرب بخطة، والخطة دي بنقسم البدني العام والخاص، وبعد كده بنقسم المهارة ازاي نعليها ونطورها، وبعد كده المباريات. وما ننساش ان احنا نتدرب تحت ضغط. يعني انت ممكن مثلا ايه، تعمل مباريات مثلا ان اللاعب بيلعب الارسالات كلها، او طبعا مش بنتكلم بقى على مباريات اللي هي حاجه قانونيه، انت بتتكلم عن مباريات تمرين، او ان انت تحط 2 لعيبه وتخلي لاعب سابق التاني ب5 بوينت. هو هيتصرف ازاي؟ ان انت تلعب يعني لو في كذا لاعب ممكن اللي بيكسب البوينت هو ده اللي على الطاوله، ولازم كله مركز ان هو ما يخسرش. ان انت تلعب يعني تعمل ماتش لاعب قريب جدا من الفوز والتاني اقل منه 4 بوينت او 5 بوينت، ده بتحط اللاعب تحت ضغط، تحت ستريس، وتعمل له يعني زي حافز في التمرين. ازاي هو لو انت قدرت ان انت تكسب انا هعمل معاك كذا، او هديك كذا، او هوفر عليك كذا. فالحاجات دي مهمة جدا. ولازم تكرر الحركات الأساسية كتير، ولازم تلعب شادو كتير سواء بأساتك. ما هو ده بقى المدرب الفاهم الواعي بيدخل الشغل ده في الايه، في التمرين المهاري. ولازم ان انا لو عندي خطأ انا دايما بكرره، انا دايما بقول للاعب الخطأ ده كنز كبير. ازاي انا من خلال الخطأ ده ازاي اطوره واخليه ما يضيعش على الطاوله واودي بيه الكوره بشكل مختلف. زي لاعب بيضرب كوره صيد جامد جدا من ورا الشبكه بتلف وهو مش قادر، يعني هو بيضرب بالسبنات بس هو ده غالب عليه، ايده واخد على كده. طب ازاي انا اطوره وما اخليهوش يضيعه، وازاي اخليه يطلعوا في الماتشات بالصعوبه دي بحيث ان هو يلعبوا في الماتش ويكسب بيه. فانا الاخطاء بالنسبه لي كنز، ازاي اطورها، ازاي افعلها، وده دور المدرب. المحور الرابع هنتكلم عليها في النجاح في تنس الطاوله اللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه مهمه جدا. انت بره الطاوله لازم لياقتك تبقى 10/10. وممكن انا ادخل تمرينات اللياقه جوه الطاوله عادي خالص. في تمرينات لياقه بدنيه ممكن اعلي بيها، والجاهزيه، سرعه رد الفعل. بنتمرن بالكره بتاعت التنس الارضي ان هو يدي ظهرك ليه وتخبطها له في الحيطه، ده بيقوي سرعه رد الفعل. القوة الأساسية بتاعت جسمك، لازم جسمك يكون قوي مش ضعيف، وما بتاكلش كويس زي ما اتكلمنا في العقلية الذهنية. ازاي عقلك يشتغل بره الطاولة كتير زي ما هو مطلوب منه يشتغل جوه الطاولة. فيعني برضو بيبان على اللاعب، تلاقي لاعب مركز قوي في حياته بصفة عامة، عايز ينجح في حاجة قدامه هدف عايز يحققه، واي نوت. على قد ما تقدر تعمل مرون الاسترتشات سواء الثابته او المتحركه، ودي بتخليك تتجنب الاطالات، تتجنب الاصابات سوري، وفي نفس الوقت بتخليك سريع على الطاوله. تمام. المحور الخامس نمط الحياة، وده احنا اتكلمنا عليه في العقلية الذهنية. انا حبيت يعني ان انا ايه برضو يعني ايه نتطرق ليه لوحده. النوم الكافي، تحسين التركيز بنسبة كبيرة، في تمارين معينة للتركيز انا المفروض اعملها، بتتعمل بره الطاولة، بتتعمل جوه الطاولة، وبتتعمل في الفرجة على بعض المباريات ان انا اركز والقط الكورة بس في الحركة، بعد كده اركز بس على حركة الجسم، ليه عمل دي، ليه خلى دي. والمدرب بتاعي بيفهمني الاكل المناسب عشان يديني طاقه قبل التمرين وبعد التمرين اكل ايه. بتخش تدور في دكاتره التغذيه ياما شرح الكلام ده. تدريبك جزء من يومك مش عبء عليه. لازم تدريبك يكون جزء من يومك، مش حاجه عايز تعملها وتخلص، ده جزء زي مذاكرتك زي دراستك زي مروحك للمدرس. تدريبك حاجه مهمه جدا، جزء من يومك، اوعى تفكر انه عبء عليك. برضو انا ايه يعني قصص النجاح كتيرة قوي في تنس الطاولة، كتيرة جدا يعني، سواء على المستوى العالمي او على المستوى الشخصي او على مستوى اي حد. ناس ياما الاول كانت بادئه واحنا شفناهم بعينينا كان مستواهم الاول واحده واحده، وبداوا ولعبوا ماتشات وتحس ان هم مركزين وعندهم العقليه بتفرق ما بين لاعب ولاعب. صدقوني اخطر حاجه العقليه الذهنيه.
مفيش لاعب هينجح بدون عقليه ذهنيه تكون حديديه. عايز ينجح، عايز ينجح لازم يوفر وسائل ويقنع نفسه ويثابر كده على النجاح، وان هو عايز يوصل ويعمل ايه، يعمل مستوى عالي. ويعني انا ممكن اتكلم عن نفسي، انا مش حاجه جامده وما وصلتش لحاجه جامده يعني، بس انا يعني احنا بدانا تنس طاوله في مكان ما كانش فيه مدربين. كان في بلد جنبنا فيها مدربين رفضوا ان هم يدربوني عشان انا كان نفسي ابدا هنا. الناس هنا معاش امكانيات تروح تتدرب في البلد اللي جنبنا بفلوس غاليه جدا. عرضت على مدربين فلوس جامده جدا جنبنا، ما كناش نعرف لسه القاهره ولا اسكندريه ولا الكلام ده. وعافرنا وتعلمنا. طبعا الناس رفضت. وزمان كان النت ما فيهوش فيديوهات شروحات كتير ولا في اي حد بيعرفك. الله يرحمه، الله يرحمه الكابتن ايمن دشاش، الله يرحمه راجل محترم. كان ماسك قطاع الناشئين في نادي السوق تقريبا، او ماسك جهاز تنس الطاوله تقريبا بصفه عامه. طبعا معلوماتي كانت اياميها لسه انا كنت بتعرف بالناس كده. سمح لنا نحضر نتفرج على التمرين في نادي السوق الرياضي. طبعا كانت بدايه يعني. وبدانا احنا يعني ايه زي نستشف كده المهاره دي تتعمل ازاي، دي تاخد ازاي. بعض الافاضل يعني كان في مدربين محترمين برضو كانوا بيحاولوا يدونا المعلومات، بس كانوا تقال قوي، المعلومه كانت بتيجي بصعوبه. طلعنا جيل وناس لعبت دوري ممتاز، محدش استمر، مفيش حد بقى بطل جامد يعني انه يتذكر اسمه يعني. بس عملنا طفره كويسه، واحنا مستوانا كان وحش جدا وبنحاول ان احنا نحسن من ادائنا. وبدانا بينج بونج واحنا سننا كبير يعني، دي رساله يعني. نخسر كل الناس ونطلع بطولات جمهوريه ونخسر عادي، لحد ما يعني بقينا ايه بنكسب. مش هقول بقينا بنخسر برضه بقينا بنكسب يعني. في البطولات الوديه كنا الاول. الكابتن احمد حسوبه في اسكندريه تقريبا ده اول مدرب انا اتدربت معاه. وكان هنا صديقي في التمرين كابتن حمدي كان بيتمرن وهو صغير، فكان برضه بيحاول ينقل لي الصوره. فطبعا انا عايز انجح، انا عايز انجح في تنس الطاوله. طبعا انا ان شاء الله بوجودكم معانا ونفسكم معانا وتفعيل القناه هعمل فيديو كامل ان احنا ازاي بدانا وازاي انتشرنا وازاي اتعلمنا وازاي وصلنا للمرحله دي. يعني مش هقول برضو ان احنا وصلنا للعالميه، بس انت بادئ بينج بونج في سن كبير 30 سنه مثلا او 29 سنه، وبدات بقى ايه جلد كتير وانواع خشب وعايز تفهم الكلام ده. ولسه وخدت دوره تبقى مدرب تنس طاوله، دوره نقابه وسجلنا نقابه. يعني الموضوع ما كانش بالسهوله ان احنا ننقل خبراتنا للناس اللي حوالينا. ويعني انا حبيت ان انا برضو يعني في ناس ممكن انت يا كابتن ما طلعت لناش لاعب. انا دربت كابتن مثلا يعني، انا دربت الكابتن عمر عصر، انت دربت مين يعني، انت طلعت مين يعني. يا حبيبي احنا هنا الناس هنا بتعافر يعني. مستوى المعيشة هنا ما يسمحش الناس تصرف على اللعبة باستمرار. احنا بنحاول نوصل للاعب ان انت تدعم لنفسك، انت لازم يبقى عندك عقلية ذهنية للنجاح. مهما كانت ظروفك هتنجح، ومهما كانت ظروفك انت بتعافر وبتستمر، ربنا هيكرمك ويوفقك. انت بتحاول تلقط وتقلد. وتنس الطاولة لعبة من الالعاب النجاح فيها مش بالسهولة اللي انت فاهمها. زي ما انا قلت في اول الفيديو، هي لعبة سرعة، ولكن النجاح فيها محتاج لمراحل طويلة جدا، مش بالسهولة دي. المهارة بتتاخد جزء جزء. انت مش في مرة واحدة هتلعب بالسبين اللي بيلعبوا فان زاندونج، او خلينا هنا على الواقع المصري مش هتلعب سبين اللي بيلعبوا عمر عصر مثلا. انت المرحله بتبتدي الاول ايد، وبعد كده وسط، وبعد كده ازاي تدخل رجلك، وبعد كده ازاي سرعتك، وبعد كده ازاي ايدك تتحرك، وبعد كده ازاي تمرجح جامد، وبعد كده ازاي تلعب المهاره من الحركه. الموضوع بيتطور، وبعد كده الطفرات بتحصل في اللاعب يعني ايه مش بالسهوله دي. يعني ممكن لاعب طفره انه مستواه يتقدم ويحس بكل نقط على الطاوله كده ويعرف يودي الكوره بسنس عالي. الموضوع بيختلف، مش كل لاعب عن لاعب يقدر يعمل الكلام ده. فيعني احنا يعني انا برضو مش بعتبر نفسي ان انا وصلت لمستوى عالي، بس الحمد لله ان في ناس بتثني عليا وانا مش ببص لده خالص يعني. هم يشكروا وعلى دماغي من فوق. انا بحاول اطور من نفسي ومانيش واقف، وهبتدي معاكم وهبتدي بيكم ومعاكم. يلا من النهارده نبدأ نطور نفسينا وانا معاكم.
انا ناس تبعت لي فيديوهات وتقول لي يا كابتن دي انت قلتها غلط، دي انت عملتها غلط. والله العظيم الناس دي انا بحترمها جدا، بحبها، ومدربين في القاهره واصحابي وحبايبي، وانا بحترمهم. ممكن اكون بكسبهم في البطولات الوديه لكن بتعلم منهم. يقول لي يا كابتن دي انت عملت في الفيديو ده الحركه دي غلط، اللاعب ده بيلعب غلط يا كابتن عندك، اللاعب ده. انا بحترم الناس دي. الناس دي طالما هو بينتقدك انتقاد بناء وبيقول لك على الصح، وانت فعلا تيجي تقعد مع نفسك كده وتحلل تلاقيه كلامه منطقي، الناس دي ناس محترمه. انما اللي يخش بقى ايه اللي ادبه، او يقول كلمه مش مظبوطه او حاجه مش عارف ايه. طب يا حبيبي تعالى وريني نفسك مثلا. في واحد يخش يشتم ويقل ادبه، طب انت ما قول لي يا حبيبي، قول لي انا غلط ومش عارف ايه على دماغي، وانت نجم نجوم العالم، انت فان زندونج الكون. تعالى تعالى العب يا عم وريني نفسك. طالما انت هتلاقي دايما اللي بينتقد انتقاد هدام ده هتلاقيه انسان مش كويس، وهتكسبه حقيقي، واي حد هيكسبه وهو معدي كده. انما في ناس محترمه تنتقد، بس ايه بينك وبينها، مش على الملأ بقى، مش يقول لك كلمه وحشه كده ويقول لك على الصح. ده ايه؟ ده إيه؟ انسان محترم يتشال فوق الراس. نقطه تانية، في لعيبه ياما ابقى انا بصور، انا ما ببقاش قاصد يعني طبعا ان انا يعني اصور حد بعينه، ممكن اكون مش عارف اسمه بس عارف حد بيلعبه، واللي بيلعبه ده هو اللي قال لي صور يا كابتن، صور يا كابتن، عايز اصور الماتش ده، عايز اشوف نفسي. التصوير مهم جدا جدا. في لعيبه ياما جامده جدا 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 فوق الفظيع، بس هو بيخاف يتحفظ. ايه تخاف تتحفظ دي؟ ما الماتشات ياما على النت وكل ابطال العالم، وتقعد تحلل ده وتقول ده انت لو عطيت له واحده يمين وواحده شمال، ما اي حد انت لو عطيت له واحده يمين وواحده شمال هتكسبه. لو ضربت عليه واحده كده واحده كده واحده كده واحده كده، لينش دونج بيخسر، وان شوشن بيخسر، اي لاعب لو ضربت عليه واحده يمين وواحده شمال هتكسبه. بس احنا بنقوله التصوير بيخليك تعمل هيمنه على نفسك، بتشوف اخطائك انت غلطان في ايه. وطبعا انا بحترم رايهم، ما بصورش طبعا، حتى لو اللي قدامه عايز نصور انزل الماتش، لو الاتنين مش موافقين انا مش بنزل الماتش، الا اذا كان ماتشي واللي قدامي مش موافق انا بنزله عادي يعني. في ايه يا عم؟ زي واحد زعل مني هو منزله نقط، هو مقطعني برضه عادي يعني، ايه المشكله؟ بس انا كسبت عادي، بفرح بالمكسب وانزل الماتش، مش بقل منه، هو بيكسبني ساعات انزل ماتش. يعني في واحد يقول لي يا كابتن احمد انا نفسي اشوف لك ماتش انت منزله بتكسب فيه، لدرجه ان انا ممكن انزل ماتشات ياما انا بخسر فيها عادي بس لعبت فيها حلو، بشوف اخطائي وبحاول اعدلها، ولازم يبقى عندي طرق متنوعه. قصه صغيره كده يلا جت في دماغي، ويمكن انا حكيتها لناس اصحابي هنا في الصاله، وناس بتتمرن برضو عشان اديهم الالهام يعني ان انا ملهم يعني. كنت بلاعب لاعب جامد جدا نادي سبورتنج تقريبا او سموحه مش فاكر، بطوله وديه يعني في اسكندريه. فانا كنت يعني ايه، هو اصغر مني سنا يعني، فانا بلعب هادي بالراحه كده، فلقيت نفسي مثلا هو بيديني الكوره قصيره ورا الشبكه، فالفليك ما كانش طالع قوي، وهو كان اعتمد على دي، ما لعبش بقى بنج يعني ارسال فاضي هنا، انا حتى لما بلعب له ارسال عايز يحطها لهنا وانا واقف بره الطاوله مستني بقى اضرب يمين وتكي تكي، وهي دي كل شويه تضيع في خد اول جيمين. فانا يعني قعدت مع نفسي تايم كده بين كل جيم وجيم دقيقه، بقول يا احمد يعني انت بتدرب الولاد على دي وانت بتعرف تعملها، يا عم خش العب بقى يعني ايه. والكلام ده كان من فتره برضو، من سنتين، ممكن يكون كان مستواي اقل من كده كمان يعني. فبدات بدانا الجيم الثالث، لعب لي ارسال فاضي ورا الشبكه قصير قوي، دخلت ضربت فليك صاروخ ما جابوش، التاني صاروخ ما جابوش، لعبت ارسالاتي خدت الاثنين، بعد كده لعب ضربته صاروخ، تنو جاي بدا يلعب بينج بقى، لعبنا بينج بقى عادي بقى، اللي هو العب بينج بونج بقى على كل نقط الطاوله، لعبنا بينج كسبت، رجعت وكسبت 3-2. قصه جميله اهي، قصه ملهمه عادي. هو محترم وممكن يكون احرف مني ولعيب، بس انت مجرد ما انت بوظت له البرنامج في دماغه، هو معتمد خلاص انه هيكسبك بحاجه فنيه هو اكتشفها ان انت مش ماشيه معاك. ممكن يكون هو ما يعرفش ان انا عارفها، هو مفكر ان انا ما اعرفش العبها اصلا، بس انا عرفت العبها فبوظت له البرنامج بعد جيمين. هو بقى لو هو عنده العقليه الذهنيه ان هو ينوع طريقه لعبه، مش يقعد يعتمد على مهاره واحده يكسب بيها، كان ممكن كسبني،
كان ممكن ما يدينيش دي كلها ورا بعضها يلعب بينج عادي ودي في النص. فده لازم طبعا يبقى عندك العقليه دي. في مرة من المرات بدون ذكر اسامي يعني، أنا ممكن اذكر، هو مش هيزعل انا عارف، بس هو صاحبنا في الرواد يعني، ولاعيب جامد جدا وبيلعب ممتاز به كمان. كان ساعات يلعب معانا في الرواد جمهوريه، وساعات بنقابله بقى في البطولات الوديه في البولينج وكده. فانا في اليوم ده طبعا احنا بنسافر، وكناش بنركب قطر اياميها، الكلام ده من زمان شويه، كنتش عارف طريق القطر. فكنا بنسوي المواصلات بنوصل رجلينا متدغدغه حرفيا يعني، ولسه بغير يلا يا كابتن احمد يلا سخن تركي سبنين فور وباك. ونزلت العبه ماتش. فهو اقرص طبعا بنضرب توب سبين، الكره اللي هي المزقوقه يعني، سبين الكره باك سبين عشان الناس بتزعل، كله سبين، سواء سبين الكره عاديه او كره مزقوقه باك سبين قطعه يعني زق. فما كانتش ماشيه معايا، انا مصمم اطلعها، مصمم انزل واشد بالباك وبالفروع عمال اطلع. الجيم الاولاني غلبني 11 10-0، قلت انه جاي يعطيني نقطه يعني ليه يعني، مع ان دي عادي يعني، مش يعني 11-1 زي 11-0 زي عادي زي 11-9 هو جيم مش عارف يعني، يقول لك اديله نقطه عادي يا سيدي، اديله ولا ما تديلوش يعني، ولا هي خلاص يعني. جه الجيم التاني بدات العب سيكه كده، بحاول ان انا رجليا بتوجعني مش قادر اروح للكوره، بس بدات بقى اسخن بقى، كسب بقى 2-0، اخدت الماتش يعني هو من جيم كان كسبني فيه قول 11-0 او 11-1، وكسبني الجيم التاني و2-0 ليه وانا بره المود خالص. ليه؟ بعافر ان انا اكسب. كنت بضيع مثلا الطوب الباك، ما كانش عندي احسن حاجه في وقتها، فبقيت بلف من هنا اضرب بالفور وارجع تاني اضرب واحده سبن فور واتحرك معاه. كان هو تقريبا واقف يعني، كان هو تقريبا العمليه وقفت معاه، ما صدقش بقى ان انا بدات اتحرك وبتاع، وكانش بيلعب بينج بونج بقى معتمد على حاجه انا بضيعها برضه، ودي بترجع للعقليه الذهنيه. انا معلش يا جماعه انا طولت معاكم، احنا هنبدا من النهارده خطوه صغيره هتوصلنا لبعيد، احنا هنمشي مع بعض خطوه بخطوه، وانا معاكم، انا اعتبر نفسي لسه ببتدي بينج بونج، وهبتدي معاكم خطوه بخطوه وهنوصل لبعيد. وزي ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده، انا بحاول اوصل لك المعلومه وتطبقها مع زميلك، بس مش هتستغنى عن التمرين، ومدرب يعدل لك كل فتره انت بتعمل ايه غلط في اللعب. كان معاكم الشاعر الرياضي احمد صلاح، ومساكم بينج بونج، ابداوا النهارده خطوه صغيره هتوصلنا لبعيد.